السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعيني الأفاضل، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى أنكم تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم إشراق دياموند. كنعتذر على الغياب. المهم جيت اليوم نشارك معكم في قاس بلدي بلوز، وفايت لي مشاركه معكم في القناه، وقلت علاش لا لي ما نعاودوش معكم. هاد الوصفه هذه زوينه بزاف وكتستحق التجربه والمشاركه، فقلت علاش لا لي ما نعاودش نشاركها مع المتتبعين ديالي الاعزاء. المهم غنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. المهم انا كنصايب وكنوريكم المقادير. المهم هنا عندي 550 غرام ديال الدقيق الابيض، مع قبصه ديال الملح، مع 5 غرام ديال خميره الحلويات. ضروري العبار ديال خميره الحلوه، لانه هو السر من اسرار الفقاس باش ما كيتفرقعش. ضروري 5 غرام ديال خميرات الحلوه. المهم انا دايره هنايا، هنا عندي 250 غرام ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال النافع، هنا غنضيف معلقه مع مرج ديال حبه حلاوه. انا كتعجبني نضيفها، كتعطي واحد المذاق زوين. يمكن اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش، يعني كتبقى اختياريه. هنا عندي 125 غرام ديال الزنجلان محمر. هنا عندي كيس ديال السكر فاني. كنخلط هاد النواشف هادي مع بعضها. هنا غادي نضيف 125 غرام ديال اللوز اللي رقدته في لمده ساعه، في 125 غرام ديال الحليب. هنا المقادير، هنا عندنا كل شيء عبره بالغرام. هنا عندي 125 غرام ديال الزيت النباتيه، جوج بيضات. هنا كنخلط المكونات مع بعضها. كما كتشوفوا كنحاول نجمع العجين بهذه الطريقه. كما كتشوفوا هنا عندي العجينه شويه كتلصق، غادي نزيد فيها واحد شويه ديال الدقيق باش نجمعها. المهم هنا بعد ما جمعت العجين ديالي مباشره، هنا كما كتشوف هذا الاناء عندي واحد البيضه كامله مع قهوه سريعه الذوبان. ويمكن لكم تستعملوا القهوه السائله. كنحاول نقطع العجين ديالي على هذا الشكل، بحال هكا على شكل كرات. كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه كنشكلوا بحال هكا غدد بهذه الطريقه. وكنحاولوا نضغطوا عليهم مزيان باش داك الهواء اللي فيه ما يخرج، باش ما يبقاش لنا فيه الهواء.
كنبقاو مستمرين على هاد الطريقه هذه حتى كنشكلوا العجين ديالنا كله. كما كتشوفوا على هاد الطريقه هذه كما قلت لكم كنحاولوا نضغطوا عليه مزيان باش ما يبقاش لنا فيه الهواء اللي فيه. كنبقاو مستمرين على هاد الطريقه حتى كنشكلوا العجين ديالنا كامل. ومن بعد ما كملت العجين ديالي كما كتشوفوا دابا وضعته في الطاوه اللي غندخلها الفران بعد ما فرشت فيها الورق الزبده، ووضعت فيها الغدد ديالي. من بعد ما شكلتهم كاملين كندهنهم بالقهوه على الطريقه هذه. كندهن الغدد ديالي كاملين. كندهنهم مزيان. المهم بعد ما دهنتهم كاملين كندير فيهم هكا ثقب باش الفقاس ما يتفرقعش في الطياب. ضروري نتقبوه، يعني نديرو فيه ثقب بحال هكا. كما كتشوفوا كنديروا ليه خطوط بحال هكا بالشوكه. من بعد ما كنسالي النقطة هذه ضروريه ديال الشوكه كان ضروري خصنا نديرو فيه ثقب على درجه حراره 180 درجه لمده 20 دقيقه. بالنسبه اللي عنده الفران ديال الكاس كيشعلو من التحت على درجه حراره متوسطه. كنستمر على الطريقه ديال حتى ديالنا نطيبوه مزيان، يعني اكثر من نص طيبه، لاننا اذا ما طيبناش مزيان غادي يبقى لينا ما خاصوش يعني يبقى معجن من الداخل. حيت الا بقى معجن من الداخل وما طابش مزيان يعني ما كيجيش الفقاس مزيان. يعني ضروري خصنا نطيبو اكثر من نص الطيبه. كما كتشوفوا من بعد ما خرجت الفقاس ديالي من الفران كيجي على هذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا هو محمر هكا. المهم انا غادي نغطيه هنايا بواحد الزيف اللي كيكون فازق مزيان لمده، وغنخليه لمده ليله كامله. بالنسبه الى درتوه نتوما في الصباح يمكن لكم في العشيه تقطعوه. المهم انا غنخليه يبات ليله كامله مغطي بهذا المنديل هذا، عاد غادي ان شاء الله في الصباح نقطعو. المهم كما كتشوفوا من بعد ما بات الفقاس ديالي ليله كامله مغطي بالزيف الفازق. المهم انا قطعته بهذه الطريقه هذه غير بشويه بواحد السكين اللي كيكون ماضي. كما كتشوفوا راه ما كيتفرتتش. هاودا سر من نجاح الفقاس ديالنا. المهم دابا غنكون سخنت الفران ديالي على درجه حراره 180 درجه. انا راه عندي الفران ديال الضو. وبالنسبه لي عندي الفران ديال الغاز ديالي وكنوضعو في الطاوه اللي غندخلها ان شاء الله الفران متوسطه غير من التحت. وكيبقى المهم كيشعلو كيحمر الفقاس ديالو. المهم غير بشويه ويبقى كيقلب فيه مع المراقبه. بالنسبه اللي غيطيب في الفران ديال الضو كيشعلو من الفوق ومن التحت. المهم هذا هو الفقاس ديالي من بعد ما طاب. كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم ما تنساونيش من اللايك، واللي كيشوف القناه ديالي اول مره ما ينساش الضغط على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس اللي
لكي يتوصل بكل ما هو جديد. وشكرا لكم بزاف بزاف، وإلا جات على خاطركم بطبيعة الحال، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله.